السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم شيماء سرور. معانا تاني وصفة من وصفات العيد وهي بسكوت النشادر. بصوا قد ايه هش وقد ايه هو رفيع وماسك نفسه، ومش في فراغات زيادة عن اللزوم، لا مناسبة. بيدوب دوب في الشاي بلبن يعني. احلى فطار ان شاء الله يكون اول يوم العيد ببسكوت النشادر ده، ان شاء الله تعمليه ويطلع معاكي مظبوط. ويلا بينا على المقادير على طول. بصوا انا هعمل كيلو دقيق، هياخد معايا انا هكتب لكم في صندوق الوصف بالظبط، بس تلتزموا بالميزان. هحط زبدة طبعا، وعندنا 625 جرام زبدة وخمس بيضات و425 جرام سكر بودرة، ومعانا 18 جرام بيكنج باودر ومعلقتين كبار لبن باودر، ومعانا 4 جرام ل5 جرام نشادر. وهنا هعمله بالبرتقال، فهحط ريحة البرتقال اللي هي الماجيك. هنحط الزبدة لينة يا جماعة، مش صلبة ولا انها لينة خالص سايحة، لا هي يا دوبك فكت وبقت لينة، اقدر اغرس فيها الشوكة واهرسها بالشوكة كده علشان ناخد منها احلى قوام. ما ينفعش تكون ساقعة زيادة عن اللزوم ولا سايحة زيادة عن اللزوم. انا هحط هنا السكر البودرة مع الزبدة، وهيتضربوا لغاية ما يفتح اللون تماما تماما. طبعا اسفة على الدخان بتاع السكر والدقيق، بس للاسف ما قدرتش اعمل اي حاجة في الفيديو غير ان انا اصوره زي ما هو كده. طبعا كلنا عارفين لخمة وتفاصيل كحك العيد وبسكوت العيد. شايفين ما شاء الله الزبدة بتهيش معايا جامد جدا، وانا سايباها اهو. واحط المكونات اللي هو البيكنج باودر واللبن البودر على الدقيق. تمام. ادي القوام افتح لونه تماما، مفيش اي يعني. بصوا قوام كريمي تماما تماما. هبتدي هنا انزل بقى بالبيض. طبعا البيض بدرجة حرارة الغرفة مش ساقع عشان ما يفصلش مني الزبدة. هحط واحدة واحدة، ولما تختفي انزل بالتانية، وهكذا لغاية لما اخلص المقدار بتاعنا معانا هنا. هكرر تاني، هحط المقادير في صندوق الوصف. خلصت البيضة الاولانية، هخص البيضة التانية لغاية لما اخلص كل البيض بتاعنا. مهم جدا ان احنا نلم الجوانب علشان الزبدة تكون مضروبة كويس، وكل حاجة داخلة في بعضها، يعني الزبدة مع السكر مع البيض. مهم قوي نلم الجوانب. طبعا تقدري تستخدمي مضرب البيض في المرحلة دي. انا هنا هستخدم المية لان انا حاطة لبن بودر. هحط النشادر وهقلبها، وبعدين هنزل بيها على الزبدة كده مظبوط. هنا حوالي دولة 60 جرام مية، مش اكتر من كده، يعني 3 معالق مية، يعني مش كتير قوي. شايفين كله مظبوط اهو، البيض مع السكر مع كل حاجة مندمجة، ونفس الهشاشة بتاعت الزبدة ما ساحتش مني ولا اي حاجة. هحط هنا بقى وهديها لفتين في العجان. بس انت ممكن تلاحظي ان الزبدة شوية فصلت عن بعضها، يعني مني في مية وكده. فايه الحل؟ بصوا هنا شايفين الزبدة زي ما يكون فصلت. ايه الحل بقى؟ هحط معلقة دقيق بس من اللي انا عندي، مقداري مش من مقدار الدقيق بتاعي اللي هو الكيلو اللي انا عاملاه، وهلمها تاني. هتلاقيها رجعت زي ما كانت بالظبط. هي معلقة الدقيق الواحدة دي هي بس اللي هتلملي السوائل تاني، وهتدخلي هترجع الزبدة والبيض والسمنة اسفة والسكر زي ما هما تاني. تمام. هبتدي هنا احط بقى المرحلة دي، هحط ريحة البرتقال. طبعا تقدري تستغني عنها، تحطي اي حاجة، ريحة جوز هند، تحطي بشر برتقال، اي حاجة تقدري تستغني عن الريحة دي وتحطي مكانها، ولكن دي اساسية علشان تطلع لك ريحة البرتقال يعني مع البشر برتقال. تمام. بس انا ما كانش عندي بشر فاستعملتها، عامة انا بستعملها كتير في اكلي يعني. هبتدي هنا بقى خلاص، هبتدي انزل مرحلة الدقيق بس كده. هلم الدقيق في العجان على اول سرعة بالراحة، على اول سرعة. انا بس هنا مسرعة الفيديو علشان ما اطولش عليكم، لكن هو بطيء يعني السرعة بطيئة. واحدة واحدة لغاية لما اخلص الدقيق بتاعي. وبرضو هبتدي اخده من تحت لفوق
بالمغرفة بتاعتي او الاسباتيولا علشان اتأكد تماما ان الدقيق دخل وطال كل الزبدة ومفيش زبدة راقدة تحت في العجان او على الجوانب او اي حاجة. لازم كله يكون متجانس وداخل في بعضه. تمام. هتلاحظوا ان العجين مش ليه قوام يا جماعة. العجين يعني كريمي خالص، يعني مفيش. علشان نقدر ده بسكوت بالكيس. شايفين كريمي خالص ازاي؟ شايفين مفيهوش يعني اي عرق او اي قوام. يعني ده هو ده القوام المظبوط عشان تقدري بالكيس تقدري تنزليه. وكيس بالذات بسكوت الكيس بيكون نسبة الزبدة فيه عالية. هنا انا بشكل بالقمع بقى. وبتحاولي طبعا تعمليه كله نفس. شايفين القمع بتاعه مشرشر من جنبه ومن الجنب التاني مش سادة. بتحاولي طبعا تعمليه كله نفس الحجم، يعني على قدر الامكان بتاعك. بتحطيه في كيس قماش قوي علشان يعني كيس القماش ده اللي انا ماسكاه جواه كيس من بتاع الحلواني. لكن ما ينفعش كيس الحلواني بس، تحطي واحد او اتنين علشان هيتقطع منك عشان العجين. تمام. طيب هنا بقى الخبز، افضل خبز بيكون على الصاجان اللي هي الالومنيوم. طيب انت ما انت عندك صاجان الومنيوم مثلا، هنا تجاوز وتحطي الصاج اللي هو لونه اسود بتاع الفرن ده، مع انه بيحرق طبعا، مش عشان هو بياخد حرارة زيادة عن اللزوم، فبتقللي درجة الحرارة بتاعة الفرن ده اولا. وتحطي بس ورقة الزبدة دي، مع ان هي مش مفضلة قوي في لانها بتشرب شوية من الزبدة، ولكن علشان نتجاوز يعني اذا مكانش عندك اللي هو الصاج الالومنيوم ده. تمام. او الصاج المجلفن، ولكن هو يكون فاتح، ده افضل خبز فيه، سواء لاي حاجة زبدة او يعني كحك بتيفور، اي خبز يعني، حتى الكيكات كمان. انا هنا برضو بوريكم طريقة التقطيع اكتر وازاي انا بحطه وبقطعه على الصاج. بقطعه على الصاج. هنا العجينة بس خلصت، فيادوبك عملت اخر واحد كده. بفضل الله تعالى انا خبزته على درجة حرارة 180، بياخد 18 دقيقة. وبتبصي عليه وتشوفيه محتاج شوية، هتزودي دقيقة مش اكتر من كده علشان يكون هش معاكي. وبتسيبيه بيبقى طري شوية اول ما بيخرج، واول ما بتسيبيه من على النار بيكون ايه يعني بتسيبيه يهدى شويه كده، فبيمسك ويكون مقرمش وجميل. وتحتفظي بيه في مكان في حله كده او اي حاجه تكون مغلقه علشان ما يطراش منك من رطوبه الجو. عايزه اوريكم قد ايه. بصوا هو جميل ازاي وهش وحلو قوي. بجد والله ان شاء الله الوصفه دي تعجبكم. قد ايه بصوا مفرغ من جوه كده وحلو وطعمه حلو، النشادر فيه مظبوطه ولا ان هو فارش منك. وكمان عايزه اقول لكم ان انتي قبل ما تخبزي كله لازم تجربي واحده بس او اتنين وتشوفيها. لو الرسمه زي ما هي ثابته خلاص مظبوط، الرسمه مش ثابته فزودي معلقتين او 3 دقيق علشان تظبط معاكي. ما تزوديش اكتر من كده. بالمعلقه خلاص، بالمعلقه يا جماعه، علشان الدقيق بيختلف من جزء للتاني. انا ان شاء الله يعني عايزه اشوف تطبيقاتكم. تواصلوا معايا على وصفات شيماء سرور على الفيسبوك. هسيب لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف، وقولوا لي ايه رايكم. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.